السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بيتي. إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله باش نعمل مع بعضنا سلطة باذنجان، سلطة بابا غنوج بزوز وصفات سهلين وبنان برشا. اللي أول مرة يزورني في القناة يضغط على زر الجرس ويعمل لايك باش يوصلكم كل جديدنا. مشاهدة طيبة للجميع. توا باش نبدو مع بعضنا في المكونات. كعبة الباذنجان خليط عليهم كعبتين طماطم وكعبة بصل، خليط راسين ثوم. اول حاجه نعملوها نجيبوا الماء، نجيبوا فشفاشه والا اي حاجه نرشوا بها والا نرشوا بدين. ناخذوا الملح، نرشوا هكا الملح. تو نهزوه للفور على 200 درجه 35 دقيقه. كعبات الباذنجان بعد ما طابوا خليتهم بردوا شويه باش نجم نقشرهم. ناخذوا الجهه هذه اللي ملوطه كما تشوفوا يمشي معنا بسهوله، نفروها كيف كيف. ناخذ معاكم كعبه اخرى. كيف كيف بالنسبة للطماطم نحولها القشرة متاعها. العملية سهلة. هذا الثوم باش نعملوا زوز انواع متاع سلطة. تو باش ناخذوا هذه باش نقصوها هكا. بسم الله. خليط طماطم وبصل وشوية خيار وفلفل اخضر، قصيتهم جويدين باش نصب عليهم. بسم الله. باذنجان توا هذه باش نرحيها ونرجعوا مع بعضنا نشوفوا. توا رحيتها. شوية ملح، شوية زيت، باش نضيف شوية نعناع، النعناع يفوح برشا السلطة وبنين برشا. باش نعملها شوية اضافات. الهريسة التونسية تو نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. تعملوا هريسة ولا فلفل مدشش يبننها برشا، مثل هنا فلفل اخضر واحمر، رشة معدنوس، كعبة زيتون وملحين. بالنسبة للتفويح تنجموا راهو تضيفوا الكمون، ضيفوا طحينية اللي تحبوا، تعملوا ياغورت طبيعي، الحصيلو، كل واحد يفوح حسب اختياره ورغبته. بالنسبة للصحين هذايا اللي هي باذنجان مرحي تنجموا راهو تتخلوا على الطماطم والبصل، ثم يكون اخضر، لكم الاختيار في ذلك. انا نحب فيه الطماطم وتزينوا بالطريقة اللي تحبوا عليها. الطريقة الاولى زينتها بالخيار والزيتون، تنجموا تزينوا باي حاجة تحبوا عليها. ان شاء الله تكون الفكرة نالت اعجابكم، نتمنى تجربوه ان شاء الله في فيديو قادم ووصفة جديدة. وما تنسوش باش تدعموني في القناة. بالسلامة وفي امان الله.